البي اس جي في لافينال للمره الثانيه على التوالي، ما تقول لي لا منيه لهم يحزنون. ارسنال يسموها راح تشرب الخل معاهم، ايكيب مرعبه صراحه دفاعيا وهجوميا، وإلا غلقوا عليك لا ديفونس وطلقوا عليك ديمبيلي وكفاراتسخيليا ودوي غير سلم على الشهداء اللي معاك. والله يا خوتي غير اكثر فريق متكامل في العالم هذه لا سيزون. بصح انا نشوف بلي الفضل الاول والاخير يرجع لهذا البنادم لويس انريكي. شريكي هذا هو المعنى الحقيقي تاع المدرب، وين يروح يخلي البصمه ديالو. بدي جوار اغلبهم كان مستواهم متوسط، وكي نقول لك متوسط يعني ما عليهمش هذاك الصدى الاعلامي ولا معروفين عالميا من بين الافضل. حتى الاوروبا ورجع هذا الترعد. تشوف انت ميليو في فيتينيا وجواو نيفيز وفابيان روي، شكون كان يعرفهم قبل ما يجوا البي جي باستثناء روي اللي كان في لامبولي. عندك دوي بان غير العام اللي فات، ديمبيلي عوام وهو في العياده تاع البارسا رجعوا افضل لاعب في العالم. هنا تبان الخدمه تاع المدرب تاع الصح. ايكيب بالجلاكتيكوس مبابي ونيمار وميسي وما قدروش يدوا تشامبيونز ليغ. جاء انريكي عامين على التوالي في الفينال، والعام اللي فات وصلهم لا فينال تاع كاس العالم الانديه. وهنا زيد ديكوفري حاجه واحده اخرى، انه النجوم عمرهم ولا كانوا يحققوا نتائج، المجموعه هي اللي تحقق النتائج. المهم الف مبروك البي جي، وهارد لك للباير اللي مع الاسف البيت المبكر اللي ماركته البي جي خلط لهم كامل الاوراق وخرجوا بخفاي حنين.